البطولة في الملاكمة مكونة من 15 ملاكم، وال15 عندهم نفس الهدف، وهو الفوز بالبطولة وتحقيق الميدالية الذهبية. لكن الحقيقة اللي بتكتشفها ان في واحد بس هو اللي هيكسب وال14 باقيين هيخسروا. الحقيقة يا صاحبي اللي انت لازم تعرفها ان انت لما بتحط اهدافك مش لازم بالضرورة ان هي تتحقق، عشان لو كانت الدنيا كده كان زماننا دلوقتي كلنا في الجنة مش على الارض، او كان زمان ال15 ملاكم معاهم الميدالية الذهبية. لكن حكمة ربنا يا اخي انه خلى كمان الاحلام تتحقق على الارض، شرط واحد بس، الاجتهاد. اعمل اللي عليك وما تخافش. لكن لما قريت كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كلير اكتشفت سر مهم جدا هعرفك عليه دلوقتي. هنكمل مع بعض شرح كتاب العادات الذرية للكاتب جيمس كلير ونفهم ازاي ممكن نستفيد منه عشان ننجح في حياتنا ونطور من اهدافنا. وبالمناسبة دي الحلقة الثالثة، فلو فاتتك اول حلقتين ضروري جدا ترجع لهم تاني، هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. فيلا حضر خربوش الشاي بتاعك ويلا نبدأ مع بعض. في عالم وضع الاهداف بمجرد ما بتبدأ تحط الاهداف بتاعتك تبقى شخص متحفز جدا، زي مثلا انك قررت تنزل الجيم فبتلتزم يوم او 2 أو 3 بالكتير اوي، بتحاول توصل لهدفك بس مع الوقت مش بتكمل، وده اللي اخد باله منه الكاتب جيمس كلير. بمجرد ما بتحط اهداف بالتالي في شويه عادات عندك مش هتساعدك ان انت توصل للاهداف بتاعتك، بتقرر ان انت تبطلها. بص هو عايش وجامد وبتاع، بس انت لسه متسرع وبتقع على وشك برضه في الاخر. فخلينا افكرك بقانون مهم جدا في عالم الاهداف والعادات، وهي عشان تبطل عادة قديمة عندك لازم تستبدلها بعادة جديدة تاخد مكانها، او اي حاجة في المجمل تاخد مكانها. يعني لو قررت فجأة ان انت اول ما تصحى من النوم مش هتمسك الموبايل، وصحيت الصبح فضلت باصص للسقف ساعة كاملة من غير ما تعمل اي حاجة، تلقائي وبشكل لا واعي منك هتلاقي نفسك بترجع للموبايل تاني. طب ايه الحل؟ بكل بساطة شوف ايه اللي انت كنت بتعمله بعد ما كنت بتمسك الموبايل بتاعك. كنت بتاخد دش وتفطر، خلاص ماشي، اقوم من النوم اخد دش وافطر من غير ما امسك التليفون. حاول تملى الفراغ اللي هتسببه العاده اللي انت هتشيلها عشان ما ترجع لهاش تاني. هحكي لك قصه 2 صحاب كانوا لسه متخرجين، واحد اسمه احمد والتاني اسمه محمد. محمد كان بيقدم السي في بتاعه لاكتر من 70 شركه، وفي الاخر مفيش حد قبله، وكان مستني ان الهدف بتاعه يتحقق لوحده. اللي عمله محمد هنا ان هو فضل باصص على الهدف بتاعه بس، لكن احمد شال عينه من على الهدف وبص بطريقه اوسع شويه للحاجات اللي هتوصله للهدف بتاعه. قال اكيد السي في بتاعي فيه مشكله، فانا هعمل جدول يومي امشي عليه بحيث ان انا اطور نفسي في اي حاجه، سوفت سكيلز او لغه او اي حاجه، بحيث ان انا اتطور مع الوقت. بعد 8 شهور احمد بنى كميه مهارات كبيره قوي هتساعده ان هو يوصل للهدف بتاعه، لما شال عينه من على الهدف وبص بطريقه اوسع شويه من اللي محمد كان بيبص عليها. لكن لما نيجي نرجع تاني لمحمد هنكتشف ان محمد لسه زي ما هو. جيمس كلير مؤلف كتاب العادات الذريه بيقول لك ان الانظمه نفسها هي اللي بتحقق الاهداف بتاعتك، حتى لو انت مش حاطط اهداف معينه للانظمه اللي انت بتعيشها. قال له يعني انا دلوقتي لو حاطط نظام يساعدني ان انا ابقى شخص ناجح هيخليني ناجح حتى لو انا مش عاوز؟ ايه الحلاوه دي؟ تقولش تامر الجيار ما بقتش متسرع. واقصد برضو ان انت لو عدلت الروتين بتاعك وكلت اكل صحي وشربت ميه كتير هيبقى جسمك صحي حتى لو ما كانش ده الهدف بتاعك، بس النظام بتاعك هيحققه حتى لو ده ما كانش الهدف بتاعك. وفي النهايه يا صاحبي ابو المفهوميه انت الانظمه هي اللي بتحقق الاهداف، بس انت لو حطيت نظام وما استمرتش عليه ده معناه انك واقع في فخ اسمه الطبقه الاعمق. مستحيل تلتزم لو انت ما بتعملش كده. ليه لما بتقرر تلتزم في الجيم بعدها باسبوعين بنفشك بتاكل المتشقلطه من بلبن وبتكسل تنزل تتمرن؟ السؤال ده جاوب عليه جيمس كلير في كتاب العادات الذريه، وبيقول لنا ان السبب هو انك بتغير الروتين بتاعك من بره لجوه مش من جوه لبره. يعني ايه برضو الكلام الماسخ دي؟ يعني النهارده اقول لك السر اللي هيخليك تلتزم باي عاده انت عايزها غصب عنك. كاتب جيمس كلير بيقول لك تخيل معايا 3 دواير جوه بعض. الدايرة الصغيرة اللي موجودة في النص دي بنسميها الدايرة المركز أو الهوية. الدايرة الأعلى منها على طول أو فوقها على طول حسب كلام جيمس كلير بنسميها السلوك أو ممكن نقول عليها العادات. والدايرة الثالثة اللي هي الخارجية بنسميها النتائج أو الأهداف. الدايرة الأولى وهي المركز، ودي بتبقى اكتر حاجه صعبه ممكن تغيرها، زي مثلا انا مين او بفكر ازاي. والدايره الثانيه وهي دايره السلوك او العادات، ودي بتبقى بكل بساطه زي ان انت مثلا تقوم تاكل او تنزل الجيم وتتمرن. والدايره الثالثه وهي الدايره الخارجيه
الخارجيه، ودي بتبقى عباره عن نتائج الدايرتين اللي احنا لسه قايلينهم، زي مثلا ان انت عايز تبقى تخس او تتخن او ان انت تبقى شخص غني. المشكله كلها يا صديقي وهي ان احنا كلنا لما بنحب نتغير بنبدا من الدايره الخارجيه وهي دايره النتائج، وفي الاخر بنفشل، عشان التغير الحقيقي بيبقى من المركز نفسه من جوانا وهي الدايره المركزيه. وعشان تفهم اكتر جيمس كلير قال لنا مثال في الكتاب بتاعه، وهو عن الناس اللي بتعمل عمليه قص المعده. عمليه قص المعده دي وهي عمليه الناس بتعملها عشان تخس. نرجع تاني بقى لموضوعنا. قال لنا الناس اللي بتعمل عمليه قص المعده دي عشان يخسوا هم هنا غيروا النتيجه نفسها، واللي هي الدايره الثالثه او الدايره الخارجيه، وهي النتيجه زي ما قلنا. بس الهويه الفكريه اللي هي الدايره الصغيره اللي احنا قلنا عليها لسه موجوده زي ما هي. يموت في عربيه الكبده بتاعت عم اشرف اللي موجوده على اول الشارع، والنتيجه بتكون بنسبه كبيره قوي ان هو بيرجع يتخن تاني من اول وجديد. لكن ركز معايا قوي، لو غيرت الهويه بتاعتك وقلت ان انا شخص صحي مش هاكل اكل مش مفيد عشان احافظ على صحه جسمي، هتلاقي نفسك مش بتاكل السموم ولا الاكل المضر، وبتنزل الجيم كروتين من غير ما تعتبره ان هو عقاب. ليه؟ عشان انت هنا غيرت الفكر نفسه. في دوره لتطوير الذات اتعملت في احدى الجامعات الامريكيه، المدربه سالت كل اللي موجودين مين فيكم نفسه يبقى غني، وساعتها الكل بدون منازع رفع ايده. راحت سألت سؤال تاني، هل انتوا بتتصرفوا كأنكم رجال أعمال وبتستثمروا فلوسكم ووقتكم؟ الكل رجع سكت تاني، وراحت كملت كلامها وقالت الفقير بمجرد ما بيمسك فلوس بيقرر ان هو ينزل يشتري تيشيرت من البراند الفلاني ويشتري جزمة من المحل العلاني، لكن الغني بمجرد ما بيمسك فلوس بيقرر ان هو يشتري أصول أو أي حاجة يقدر يدخل منها فلوس. ليه؟ لأن الفكر بتاعه أو الهوية بتاعته هو إن يستثمر فلوسه ووقته، وده الفكر بتاعه ودي الهويه بتاعته. فدلوقتي نقدر نقول ان انت مستحيل تبني عاده الثراء وانت اصلا الهويه بتاعتك من جواك متعوده على الاستهلاك. فخلينا نسال سؤال مهم جدا، هل فكرك والعادات اللي انت بتعملها الايام دي دلوقتي هتساعدك ان انت توصل للهدف بتاعك؟ مفيش حد بيتولد بتفكيره او بيتولد بالهويه بتاعته، بس برضه مفيش حد يقدر يقول انا شخص رياضي وهو حتى مش عارف يبطل سجاير. الهويه بتبدا بافعال صغيره بتكررها لحد ما بتبقى مع الوقت عاده. كل مرة بتمنع نفسك عن شيء مش صحي ده بيساعد الهوية بتاعتك ان انت تكون شخص رياضي. كل مرة بتقرا فيها صفحة واحدة من كتاب ده بيساعد الهوية بتاعتك ان انت تكون شخص قارئ او شخص مثقف. اتفقنا. ركز معايا قوي بقى في اللقطة دي. لما الهوية بتاعتك بتتغير العادات نفسها بتتغير، ومع الوقت بيبقى الروتين طبيعي مش هتحس بيه. ايه ده؟ يعني انت تقصد ان انا عشان ابني عادة لازم اغير الهوية بتاعتي حتى لو بافعال صغيرة، زي ان انا اقرا صفحة واحدة من كتاب ومع الوقت دي هتكون عادة وهتتكرر وابقى الشخص اللي انا عاوزه؟ يا عيني عليك، كنت بتلخص المنهج على طريقة ام سماح للتقفيل المرتاح. في النهاية تغيير الهوية دي بيكون السلاح الفتاك لاي شخص رياضي او حتى ناجح او حتى يكون عايز ان هو يكون سوي نفسيا. وعايز افكرك ان لو السلسلة دي عجباك تقدر تعرفني في الكومنتات، ولو عندك اي اقتراح تاني لاي حلقات منفصلة ممكن تقولها لي. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وضروري تفعل زرار الجرس عشان تقدر تشوف الحلقات الجاية وتشوف الحلقات اللي فاتت. كان معاكم سيف عادل من برنامج عقلية. سلام. الإنسان حلم بكل حاجة لو حصلت واتحققت له كنا بقينا في الجنة مش على الأرض. لكن حكمة ربنا يا أخي إنه خلى كمان الأحلام تتحقق على الأرض. شرط واحد بس، الاجتهاد. اعمل اللي عليك وما تخافش.